هو سرطان الثدي ممكن يجي مع الحمل؟ للأسف أيوه، سرطان الثدي ممكن يجي في أي مرحلة عمرية، وممكن يجي أثناء الحمل وممكن يجي أثناء الرضاعة. وهو ده موضوع مهم جدا جدا وليه تعامل خاص، نظرا لحالة المريضة، إن بيبقى الحمل ليه اعتبارات كتيرة جدا أثناء العملية التشخيصية لسرطان الثدي. للأسف الأورام اللي بتيجي أثناء الحمل من أغلبها بيبقى من النوع الهرموني اللي بيتأثر كتير جدا بالهرمونات، وبنلاقيه بيتقدم في المرحلة بتاعته بسرعة وبيكبر بسرعة. وكمان ساعات كتير بيحصل إن التشخيص كمان بيبقى بطيء، لأن المريضة ما بتبقاش حاطة في دماغها إن ممكن يحصل سرطان للثدي أثناء الحمل. فدايما بتماطل وتقول ده من الحمل، ده من الرضاعة، ده من الهرمونات. وممكن كمان تروح لدكتور النساء، وللأسف ممكن يضللها ويقول لها برضو إن ده من الحمل، أو تحضير الثدي للرضاعة وتكتلات لبن وهكذا. فبالتالي بيبقى التشخيص متأخر جدا، وكمان الورم بيبقى سريع التكاثر نظرا لوجود الهرمونات في الجسم بصورة كبيرة قوي عشان الحمل. فبالتالي دي معضلة كبيرة بتقابلنا في النوع ده من السرطانات. كمان بيقابلنا مشكلة أثناء التشخيص، إن إحنا ما بنقدرش نعمل الأشعات المفروضة علينا بنقدر نعملها. يعني ما نقدرش نعمل ماموجرام أثناء الحمل، ما نقدرش نعمل أشعة مقطعية عشان نشوف الورم منتشر أو لا أثناء الحمل. فبالتالي بيبقى برضو الفحوصات بتاعتنا بتبقى للأسف مش قادرين نكملها بصورة وافية. بنعمل سونار على الثدي، وبنعمل عينة طبعا مهمة جدا، عينة بإبرة قطعة، وبنعرف تحليل دلالات الهرمونات بتاعنا، واللي هو تحليل دلالات الهرمونات وتحليل العلاج الموجه، عشان نشوف احنا في انهي نوع. وعشان نعرف احنا منتشر او لا، ما بنقدرش نعمل اشعه مقطعيه، لكن هنعمل سونار على البطن والحوض واشعه على الصدر عشان نقدر نبين بيها مبدئيا، لكن طبعا مش كافيه ومش ده الصح، بس للاسف بنبقى مضطرين. بنيجي بقى ازاي بعد ما بنعمل الحاجات اللي نقدر نعملها عشان التشخيص؟ بنيجي بقى للخطة العلاجية اللي برضو بتواجهنا فيها صعوبة جدا. في أغلب الحالات اللي في المرحلة في الأول 3 شهور من الحمل، بيبقى الاحتمال الأرجح إن احنا نعمل إجهاض، لأن خطورة إن احنا ندخل عمليات في أول 3 شهور هتسبب إجهاض. وإن احنا ناخد كيماوي في أول 3 شهور ما ينفعش، لأنها هتعمل تشوهات للجنين. ففي أول 3 شهور من الحمل بيبقى الحل الأمثل أو الأغلب إن احنا بنعمل إجهاض، ونكمل الفحوصات بتاعتنا تماما، وبعدين نبتدي نعمل رحلة العلاج بتاعتنا. طيب، لو احنا تاني 3 شهور، يعني الشهر الرابع والخامس والسادس، وبرضو اخر 3 شهور دول بيبقى ليهم اعتبار تاني. من اول الشهر الرابع انا اقدر اخد كيماوي. فيعني لو الورم متقدم هبدأ بكيماوي الاول لحد ما نتم فترة الحمل ونولد، وبعد كده نعمل الجراحة. وبرضه في اخر 3 شهور اقدر ابدا الكيماوي الاول، ثم اعمل الجراحه بعد الحمل. ليه بعد اتمام الحمل والولاده؟ ليه بقى؟ لان احنا ما نقدرش نعمل جراحه وناخد اشعاع بعد الجراحه اثناء الحمل. فبالتالي هيبقى لازم نعمل استئصال كلي للثدي عشان مش هنقدر ناخد اشعاع. ولو ورم متقدم، الكيماوي هو الحل الامثل في ان احنا بناخده. يعني سواء الورم متقدم او مش متقدم في المرحله الثانيه او تاني 3 شهور وتالت 3 شهور من الحمل، بنعمل الكيماوي الاول، ثم نحصل الولادة نكمل بقية الفحوصات بتاعتنا، وبعد كده نكمل بقية الخطة العلاجية للمريضة. سرطان الثدي مع الحمل مش مسألة سهلة. ما ينفعش نمشي مع دكتور مش متخصص، لازم يبقى في مكان متخصص جدا لأورام الثدي وعلاج أورام الثدي، عشان نقدر نوصل لخطة علاجية صحيحة، لأن هو الموضوع أصلا بيبقى معقد لوحده. فما ينفعش أبقى في مكان ما عندوش الخبرة الكافية للتعامل مع الحالات ديت. يا رب أكون أفدتكم. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. شوفوني فيديوهات تانية كتير عشان تعرفوا أكتر عن الأورام الثدي.